الحقيقة هذه مائدة مستديرة، دونك كما كنت تحكي، دونك حول يتم مكونات المجتمع المدني المندخلين في موضوع مياه الري في ولاية قبلي. والمائدة المستديرة هذه تنظيمها يندرج في إطار مشروع تقوم به الجامعة التونسية للبيئة والتنمية، والمشروع هذا اسمه من أجل مشاركة نشيطة لمنظمات المجتمع المدني العاملة بالواحات في مجال حوكمة المياه، بدعم من برنامج المنح الصغرى بالصندوق العالمي للبيئة وببرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبدعم كذلك من الاتحاد الأوروبي. البرنامج هذا يهم 4 ولايات في الجنوب اللي هي ولاية قبلي، توزر، قفصة وقاز، ويهم تحديدا منظمات المجتمع المدني اللي تتدخل في ميدان مياه الري، جمعيات بيئية، جمعيات تنموية، مجامع التنمية الفلاحية اللي كما نعرفوا هم الحلقة الأولى بين الفلاح مستعمل مياه الري وباقي المنظومة اللي تخدم في مياه الري. بحيث البرنامج متاعنا هو الهدف متاعه هو أولا دعم قدرات المجتمع المدني في ميدان الحوكمة، وكل كما نعرف الحوكمة هي مسار ومجموعة من الأدوات والآليات اللي تختص فيها الموضوع هذا. ثم في مرحلة ثانية نحب نعمل سلسلة من الدورات من موائد مستديرة في كل الولايات، واللي الهدف منها باش نطلعوا على واقع المنظمات المجتمع المدني في ميدان الحوكمة، وحتى نطلع على إشكالياتها ومشاكلها و ما معناها حاجياتها في الموضوع هذا، حتى تقوم بدورها في حوكمة المياه. بالطبيعة علاش نقولوا على الحوكمة؟ على خاطر احنا نراو كون المقاربة المستعملة في التصرف في المياه وفي موضوع المياه بصفة عامة، نعتقد كان المقاربة اللي كانت مستعملة قبل الثورة وبالرغم من برامج حسن التسيير في الماء والتصرف في الماء إلى آخره، نعرف كون النتائج ما كانتش في الآمال المرجوة في أغلبها. على كل حال ما ندخلوش في الأسباب، ولكن احنا نعتقد أن المقاربة بيدها لازمها تتبدل، وهذاك علاش نساهموا كجامعة في تغيير هالمقاربة هذه بإرساء حوكمة رشيدة لمياه الري، ولكن بتفاعل وبوجود مجتمع مدني فاعل وناجع في الموضوع. إذا نحبوا في نهاية المشروع هذا اللي هو كما كنت نحكي مساهمة منه، نحبوا في نهايته على الأقل في كل ولاية، قول على الأقل نجم يكون أكثر شوية، على الأقل عندنا جمعية وإلا 2 تكون متمكنة من موضوع حوكمة مياه الري بالواحات كآلية، كأدوات، كجوانب تشريعية، جوانب التصرف، جوانب معناها المطالبة، جنوب المناصرة إلى آخره، تكون متمكنة من الجوانب هذه كل حتى يكون عندها دور في القرارات، في صياغة القرارات، يكون عندها دور في صياغة البرامج، في صياغة السياسات، في صياغة الاستراتيجيات اللي تهم موضوع مياه الري بالطبيعة، حتى نحافظوا عليها بدرجة أولى، ثم خاصة حتى نضمنوا حق الأجيال المقبلة فيها المورد الحيوي